السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. مستمرين حضراتكم في تصنيع لوحات التحكم الكوري. جميع تصنيع لوحات التحكم اللي بيتم حضراتكم تصنيعها بالمؤسسة عليها ضمان مدى الحياة، والصيانة والمتابعة ما بعد البيع بتكون مجانا مع الدعم الفني المتخصص في تصنيع لوحات التحكم. لوحة التحكم النهارده اللي معانا حضراتكم عليها ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد وتايمر. حضراتكم شغال على شفاط رقم واحد. شفاط رقم واحد بياخد امرين: امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. وتايمر تاني حضراتكم شغال على خلايا التبريد. نوهنا في الفيديو اللي قبل كده ان تايمر خلايا التبريد خلاص هيتم تركيبه في جميع تصنيع لوحات التحكم. ولمبه لقياس الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله لو في حاله اي مشكله في العنبر بيقطع الكهرباء عن اللوحه بالكامل. بنشوف حضراتكم اللوحه من الداخل. طبعا بفضل الله بالنسبه للتامين بيكون على اعلى مستوى عشان خاطر لا قدر الله ما يحصلش اي مشكله في اللوحه. اللوحه معانا حضراتكم راكب عليها 4 كوندكتور 12 امبير كوري داكو اصلي، كل مرحله ليها كوندكتور. اول حاجه من على اليمين كوندكتور 12 امبير داكو اصلي، ده كوندكتور للدفايه. طبعا حضراتكم العميل هيوصل 2 دفايه غاز اشعال ذاتي. طبعا الدفايه الغاز الاشعال الذاتي مش مكمله 10 واط، ومع ذلك ركبنا كوندكتور كوري 12 امبير اصلي متوصل بسلك 3 مللي. كوندكتور شفاط رقم واحد كوندكتور كوري داكو اصلي 12 امبير متوصل بسلك 3 مللي، يشغل مع حضرتك شفاط لحد 140 مرتاح. والكوندكتور الثالث للشفاط رقم 2 كوندكتور داكو كوري اصلي 12 امبير برضو متوصل بسلك 3 مللي، برضو شغل مع حضرتك شفاط لحد 140. والكوندكتور الرابع كوندكتور كوري داكو اصلي 12 امبير متوصل بسلك 3 مللي، ده لخلايا التبريد. جميع اللوحه حضراتكم بعد كده متوصله بمفتاح اساسي، مفتاح ثانوي هونداي كوري 40 امبير، ده اللي بيفصل الكهرباء عن اللوحه. جميع السلوك حضراتكم اللي مستخدمه في اللوحه من الداخل سلك سويدي اصلي 3 مللي، حاجه محمله حاجه كويسه جدا. والسلك الرئيسي اللي بيغذي اللوحه بالكامل سلك سويدي اصلي 6 مللي. يعني حضراتكم بالنسبه للتامين اللوحه والسلوك المستخدمه بتكون على اعلى مستوى. بنشوف حضراتكم طريقه التوصيل سهله جدا، تقدر حضرتك توصلها، ولو في حاجه وقفت مع حضرتك اثناء التوصيل او البرمجه تتواصل معانا، الدعم الفني هيتواصل مع حضرتك هيشرح لك كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، تفصيل شفاط رقم واحد، توصيل شفاط رقم 2، توصيل خلايا التبريد، واخر حاجه المفتاح القاطع الرئيسي للوحه التحكم. ده حضراتكم بالنسبه للتقفيل من الداخل. هنشوف حضراتكم عملي طريقه برمجه الترموستات والتايمر، وهنشوف ازاي حضرتك بتظبط لوحه التحكم. اول حاجه هنجربها معانا التايمر الشفاط، بتجيبه على الشمال، طبعا الاوتو بيكون على الشمال وفي النص ايقاف، وعلى اليمين المباشر. هنا احنا ظابطين التايمر يعني للتجربه 11 ثانيه و11 ثانيه، كده الشفاط واخد امر من التايمر للتهويه. كده التايمر شغال معانا كويس جدا على شفاط رقم واحد. نفصل شفاط رقم واحد، طبعا اول ما تفصل بيقطع عنه الكهرباء. طبعا الترموستات هنا 4 مرحله، تقدر تظبط كل مرحله على الدرجه اللي حضرتك عايزها، يعني تقدر تظبط الدفايه درجه، شفاط رقم واحد، شفاط رقم 2، خلايا التبريد، كل حاجه درجه. بتدوس على زرار سات، طبعا سات رقم واحد بيكون الدفايه. طبعا هنظبط اللوحه دلوقتي يعني للتجربه لفتره التحضير. سات رقم واحد اللي هو الدفايه مظبوط على 31، كده اللوحه تفصل عند 31. سات 2 اللي هو شفاط رقم واحد مظبوط على 33، كده لو الحراره رفعت عن 33 شفاط رقم واحد يشتغل. سات 3 خلايا شفاط رقم 2 هنظبطه 34، كده لو رفعت درجه الحراره عن 34 هنلاقي شفاط رقم 2 اشتغل معانا. واخر معانا خلايا التبريد بتشتغل عند درجه حراره وليكن 35. طبعا حضراتكم كل ده للتجربه، وحضرتك طبعا تقدر تظبط زي ما حضرتك عايز. كده برمجنا الترموستات. بالنسبه للتايمر حضراتكم الزمن اللي على اليمين ده زمن التشغيل، والزمن اللي على الشمال ده زمن الايقاف، يعني تقدر تظبط حضرتك زي ما حضرتك عايز. بعد كده بنجيب المفاتيح كلها على الاوتو. الاوتو زي ما وضحت لحضراتكم على الشمال وفي النص ايقاف، وعلى اليمين بيكون مباشر. طبعا هنا الدفايه اشتغلت معانا عشان درجه الحراره اقل من 31. درجه الحراره لو جابت 31 اول حاجه طبعا هتفصل معانا الدفايه، بعد كده لو رفعت هتشتغل معانا الشفاطات. هنا معانا حضراتكم طبعا الحساس الكوري الاستانلس اللي نوهت عنه في فيديوهات كتير، دقيق جدا في درجات الحراره وتقدر تعتمد عليه في تظبيط درجات الحراره اوتوماتيك. طبعا زي ما شايفين حضراتكم يعني الحساس الكوري نوهت كتير، يعني في فرق ما بينه وما بين الصيني. الصيني بتلاقي اخره حته ستانلس صغيره او حته بلاستيك، مش بيكون دقيق في درجات الحراره زي الترموستات الكوري زي ما واضح امام حضراتكم. طيب هنبدا بقى نسخن في الحساس ونشوف اللوحه وهي شغاله معانا. طبعا اول حاجه هنرفع درجات الحراره ل 31، الدفايه هتفصل معانا اوتوماتيك.
الدفايه فصلت معايا. درجه الحراره لو رفعت ل 33 شفاط رقم 1 هيخش معانا عشان يقلل الحراره. رفعت ل 34 شفاط رقم 2 يخش معانا. رفعت ل 35 خلايا التبريد تخش معانا، والتايمر زي ما حضرتك شايف يعني يشتغل معانا. ليه غاطس خلايا التبريد تقدر تظبط الغاطس زي ما حضرتك عايز. طبعا وضحت في فيديوهات كتير افضل ظبط لتايمر خلايا التبريد هو دقيقه تشغيل و5 دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل الورق بيتغرق فيها ومش بيجف قبل 5 دقائق. هنا اللوحه زي ما حضراتكم شايفين شغاله معانا. درجات الحراره قلت. اول حاجه فصلت معانا خلايا التبريد، هتقل ل 34 شفاط رقم 2 يفصل معانا، هتقل ل 33 شفاط رقم 1 يفصل معانا. طبعا ده افضل حاجه ان خلايا التبريد هي اللي تفصل الاول والشفاطات تفضل شغاله على ما ورق خلايا التبريد يجف، عشان خاطر الرطوبه ما تعلاش مع حضرتك في المكان. درجات الحراره تفضل تقل، هتنزل تاني. لو قلت عن 31 الدفايه هتخش معانا. ده كده حضراتكم بالنسبه لبرمجه التايمر وبرمجه الترموستات الكوري. وشايفين حضراتكم شغل الترموستات الكوري يعني ممتاز جدا، تقدر تظبط كل مرحله لوحدها زي ما حضرتك عايز. درجات الحراره قلت الدفايه تخش، درجات الحراره زادت شفاط رقم 1 يخش. لو درجات الحراره قلت خلاص شفاط رقم 2 مش هيخش، زادت يبقى شفاط رقم 2 هيخش معانا، زادت تاني تخش اخر حاجه معانا خلايا التبريد. هنا الدفايه خشت معانا لان درجات الحراره قلت عن 31. كده حضراتكم بالنسبه لي برمجه التايمر وبرمجه الترموستات الكوري بشكل عملي. اللي بننصح بيها دايما ان حضراتكم تصنيع لوحات التحكم يكون كوري وتكون حاجه ممتازه جدا، عشان حضرتك يعني تصنع اللوحه مره واحده او تشتري اللوحه مره واحده، مش كل شويه تعدل فيها او يحصل فيها اي مشكله او يحصل فيها عطل لا قدر الله اثناء الدوره. بالنسبه لحضراتكم للحاجات الشغل الكوري يعني عمر افتراضي اطول وتقدر تعتمد عليه بشكل كبير. ده كده حضراتكم بالنسبه للوحه التحكم اللي موجوده معانا النهارده. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم لعنابر الدواجن كهرباء 220 كهرباء 3 فاز، وتصنيع لوحات التحكم للغرف المنزليه وحسب رغبه العميل. وزي ما وضحنا لحضراتكم بالنسبه لجميع تصنيع لوحات التحكم بيتم تصنيعها تحت مهندس فاهم كويس جدا باور كنترول، وبيراجع على اللوحه بالكامل وبيراجع على الاحمال والمفاتيح اللي شغاله. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.